السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكويزين دي زيد. نتمنى تكونوا بخير بصحة وعافية وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي. اليوم جيتكم فيديو جديد، بصح ما جيتكمش بوصفة تاع طبخ، جيتكم التجربة تاعي الشخصية تاع الميكسور. نعرفوا بلي شهر رمضان راه على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله يا ربي يدخل على رمضان بالصحه والهنا، وان شاء الله يجمعنا ونكونوا كاع ملمومين مع احبابنا وكاع الناس اللي نبغوهم. كاين بزاف اخوات يشروا لي ميكسور ويخسروا لهم، كيما حالتي انا شخصيا كانت عندي تجربه طويله مع الميكسور. يعني كل مره نشري نوعيه تاع ميكسور ما تقعدش معايا ما با 3 موا، يعني مالغري ما نخدمش به بزاف ويخسر لي ونرميه نعاود نشري واحد الاخر. اليوم قررت نفيدكم بالتجربه تاعي ونقول لكم الايجابيات والسلبيات تاع الميكسور، وينها احسن نوعيه ننصحكم تشروها باش تفوتوا بها رمضان وتقعد معكم مده طويله، يعني شحال من عام وانتم تخدموا به. اليوم جيتكم بنوعين تاع الميكسور. النوع الاول هو بوش، يعني هذه الماركه غنيه عن التعريف، وجبت لكم كذلك تيفال تاني، هذه الماركه غنيه عن التعريف. غادي نقول لكم كل وحده ايجابيات والسلبيات تاعها، وينها اللي ننصحكم تشروها وينها اللي ننصحكم ما تشروهاش. ابقاو معايا حتى لنهايه الفيديو باش تستفادوا ان شاء الله. اللي مازال ما شاركتش في القناه نقولها اشتركي في القناه، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير شباب كيما نتوما. نتمنى لكم فرجة ممتعة. نبدأ بسم الله على بركة الله. قلت لكم اليوم غادي نجيب لكم التجربة تاعي الشخصية في الميكسور. انا دائما نشري لي ميكسور ونخير يعني الماركه العالميه، ونحوس على السلعه تاع الخارج. نعرفوا بلي السلعه تاع لاشين تجي مخشوشه وتجي يعني ماشي صادقه وما تشدش بزاف الوقت. مالغري كاين بزاف اللي نعرفهم يشريو السلعه تاع لاشين وتقعد معاهم يعني شحال من عام وهذيك الحاجه عندهم. المهم انا ما عنديش الزهر فيهم. جبت لكم هنا قلت لكم زوج تاع لي مارك، عندنا تيفال وعندنا بوش. هذا التيفال كما راكم تشوفوا يجي بغا ميكسور، ما يجيش وحده، جاي 3 بياس. شوفوا جاي من فوق نوار ومن تحت جاي تاع اينوكس، يجي 3 بياس. قلت لكم فيه البغا ميكسور وفيه الاشواغ وفيه تاني الباتور. هذا البرودوي مشي تاع فرنسا. هذا البرودوي كي شريته هنا في العلبه تاعه كاتبين بلي مات ان بولند، يعني بولونيا ولا ما على باليش كيفاش. المهم انا كي شفته بلي هكا نتاع الخارج قلت نشريه، بصح مع تالي ندمت اللي شريته البنات. السعر تاعه كان غالي، شريته 6000 دينار يعني 600 ميل، وما استقليش البنات. كي خدمت بيه مره زوج بدا يسخن معايا، ويعني من الداخل الموتور تاعه بدا يسخن وتوقف فجأة. كي ديته بغيت نرجعه لمول المحل قال لي بلي لا سي بون سي خدمتي بيه، باسكو كي شريته من عنده ديجا جربه لي وخدم عنده. قال لي كون نهار الاول شريتيه من عندنا وما كانش يخدم صحه، قال لي لو فات كو سييناه لك تما في المحل وخدم لك وديتي وغسل لك تما المشكل راه عندك. البنات ما ننصحكمش كاع تشريو هذا الفاميكسور تاع تيفال، خاصه اللي كون قلت لكم مصنوع في بولونيا. لازم تشرو السلعه اللي تكون في فرنسا. يعني نعرفكم بلي تيفال هي ماركه فرنسيه، على هذيك لازم كي تكونوا تشوفوا مات ان فرانس لازم تشروه. يعني هذيك البلدان حدو خلت تسيبهم مخدومين فيهم، هذيك عرفوها بلي السلعه مقلده وما راهيش اوريجينال. هذه كنصيحه وكتجربه تاعي يعني حبيت نشاركها معاكم. هذه فيما يخص تيفال. قلت لكم لازم تكون سلعة فرنسية، يعني مات ان فرانس، صنع في فرنسا. كي تسيبوا صنع في اي بلاد واحدة اخرى ما ننصحكمش تشروا هذه الميكسور كيما راكم تشوفوا. وننصحكم اخواتي كذلك ما تشروش هذوك البغا ميكسور اللي يجوا كوليكتيف اللي يجوا 3 في واحد. ننصحكم تشروا البغا ميكسور الانديفيديوال. المهم هنايا النوعيه الثانيه اللي هي بوش نعرفوها بلي ماركه عالميه غنيه عن التعريف وجايه مليحه بزاف بزاف. انا صدقوني انا هذا بوش خرج عليا بزاف بزاف. علاش هذا بوش نقول لكم الحاجه الاولى تاعه
انه الحاجه الاولى اللي شفتها كي شريته هي وين صنعوه. هنايا كي شفت العلبه تاعه لقيته صنعوه في المانيا، ونعرفوا باللي بوش هي ماركه المانيه، على هذيك عرفت باللي هذا البرودوي راه اوريجينال. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، السعر تاعه هنايا في الجزائر يدير 570، يعني ماشي ما كاينش فرق كبير بينه وبين تيفال. الفرق اللي بيناتهم ان بوش هو هذا البرودوي اوريجينال. هنايا بوش من كلافر ميكس، هذه الماركه لازم تعقلوا عليها، فيه 400 واط، يعني ما شاء الله يخدم غايه. ننصح كاع الاخوات يشروه مالغري جاي غالي شويه، بصح ننصحكم البنات تشرو حاجه غاليه اللي تقعد لكم بزاف، وما تشروش حاجه رخيصه اللي تبقاو تشرو وتعاود تخسروا في دراهمكم وهي تخسر لكم. هذه يعني كنصيحه من عندي. هنا البغا ميكسور يجي مع هذا باش نطحنوا فيه كما راكم تشوفوا هنايا. قلت لكم البنات كاين بزاف اخوات يقولوا لي بلي السعر تاعها غالي ما قدوش نشروه، ونقول لهم بلي شوفوا البنات لموا الدراهم، لموا غير بشويه بشويه، ولا روحوا الحانوت تشرو فاسيليتي عادي. المهم تشرو حاجه تكون شابه، ما تخسروش دراهمكم في حاجه اللي ما تستاهلش. هنايا شوفوا في لابواط تاعه، هنايا في العلبه تاعه بيقول لكم بلي نقدو نقلعوا هذيك لا بارتي تاع الانوكس تاعه ونغسلوها عادي، ونقدو ندخلوه في لا فيسال تاني نغسل عادي، ما تخافوش. نطحنوا به لي سوب، نطحنوا به اي حاجه انا باغينها. يعني كما تشوفوا هنايا اينوكس. هنا بغيت نوري لكم المنشأ تاعه ولا بلد الصنع كما راكم تشوفوا جرماني. هذه اكدوا لي عليها البنات كي تبغوا تشرو لي برودوي كيما هكا لازم تشرو حاجه اوريجينال، خاصه السلعه الالمانيه. يعني السلعه الالمانيه صادقه 100%، هذه عن تجربه. ما تشروش السلعه اللي كاتبين فيها ماد ان تشاينا ولا ماد ان اي بلاد تكون، ما نصحكمش بها. لازم تشرو هذه النوعيه، وان شاء الله يا ربي تقعد معكم مده طويله. البنات كما قلت لكم ننصحكم تشرو حاجه تاع الخارج، ما تشروش حاجه تاع لاشين، بس كل حاجه تاع لاشين تخدموا بها شهر شهرين وتفسد معاكم، وراهم يبيعوا السلعه تاع لاشين بسعر مرتفع جدا. على هذيك تحوسوا ان شاء الله تحوسوا على سلعه تكون تاع الخارج، ولا بغات تكون غاليه المهم تشد لكم شحال من عام. هذه البنات التجربه تاعي بغيت نشاركها معكم، وبغيت ان شاء الله يا ربي نفيدكم. ان شاء الله يا ربي تشرو برودوي اللي يخرج عليكم في هذا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي كنت فتكم اليوم، ما كنت طولتش عليكم. تهلاو لي في رواحكم، نحبكم بزاف بزاف. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.